نوقف كده بقى، لان انا هكلمكم على اختراع كوري رهيب. هكلمكم على تونر البشره الزجاجيه. تعملي ديتوكس لبشرتك بمنتهى السهوله باستخدام منتج واحد بس. الاف الريفيوهات عماله تقول ان التونر ده غير بشرتها من حبوب شديده جدا والتهابات لبشره زجاجيه صافيه، وبصراحه ده مش بعيد عن الكي بيوتي. عشان كده انا النهارده هكلمكم على الانوا 77% تونر او الثوزنج تونر بتاعهم. هنتكلم على فوائده، هنتكلم على استخداماته، هنتكلم ان ليه 3 طرق مختلفه في الاستخدام. يعني مش بتحطيه على بشرتك كده وخلاص، لا، هعلمك شويه اسرار كده، اسرار الجمال الكوري. يعني هتعرفك ان التونر ده فعلا مختلف. فعشان ما اطولش عليكم واللي لسه مش عارفني، انا دكتور نادية. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نبدا. تونر 77% هارت ليف اكستراكت هو علاج موجه لكذا مشكله في البشره، فلو انت بشرتك حساسه هو مناسب جدا ليكي. اما لو دهنيه معرضه للحبوب فهو بيساعد في علاج الحبوب وبنقاء البشره بشكل كبير. ولو بشرتك جافه او عاديه برضه هو معتبر مرطب خطير، ده بسبب التركيبه المميزه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. اول جزء في التركيبه هو اللي بيعمل على تلطيف وتهدئه البشره. طبعا الاتش كورداتا او الليفز اللي شكلها على شكل قلب، عشان كده اسمها هارت ليف. وطبعا دي بتعمل على تهدئه البشره. كمان هي مضاد للالتهاب قوي جدا، بيحافظ على حاجز البشره، وكمان بينظم افراز الدهون. والنجم الثاني هو السنتيلا اثياتيكا، موجود في التونر بشكل كبير، وطبعا هو معروف عنه بترميم البشره. وكمان موجود البانثينول. والجزء الثاني من التركيبه بيعتمد بشكل اساسي على الترطيب، فلو بصينا هنلاقي جواه جليسرين، وهنلاقي كذا فورم من الهيالورونيك اسيد، سواء الفورم الصغيره الصوديوم هيالورونيت او الهيدرولايزد برضو صغيره، وكل ده بيساعد على ترطيب البشره خارجيا وداخليا. طيب تعالوا نرد على اهم الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغكم بعد لما شفنا التركيبه بتاعه التونر. بس الاول عايزاكم تعملوا فولو ليا على الانستجرام، انا بنزل هناك ريلز وحاجات مختلفه، واكيد ده هيساعدني في الانتشار اكتر. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، ولايك طبعا للفيديو ده، تعملوا شير مع اصحابكم، لان فعلا انا بتعب في المحتوى زي ما انتم عارفين، وانا عايزاه ينتشر يفجر الدنيا. المهم خلينا نجاوب على اول سؤال ممكن يجي في دماغكم. هل التونر ده يعتبر من المقشرات؟ في التركيبه في الاول انا ما جبتش سيره الشوجر كين او قصب السكر، ولكنه موجود جوه التركيبه، فبالتالي بنعتبره مقشر لطيف. والجميل فيه ان هو حتى لو بيقشر بشرتك، احنا عندنا جوه التركيبه السنتيلا، والسنتيلا زي ما احنا عارفين انه مرمم للبشره، فده هيمنع الالتهاب، هيساعد ان يكون في تقشير لطيف خفيف على بشرتك، فبالتالي هيكون تونر مناسب لكل انواع البشره. والسؤال الثاني، هل ينفع نستخدمه مع الريتينول؟ لان تقريبا معظمنا عنده ريتينول في الروتين بتاعه، فخليني اقول لك انه ينفع، وكمان هيكون مناسب جدا انك تستخدميه مع الريتينول. ولكن في الاول لما تبداي تدخليه في الروتين بتاعك استخدميه من 2 ل3 بس اسبوعيا، لحد لما جلدك يبقى تمام مفيش مشكله معاه، واستخدمي كمان الريتينول. اما بقى لما تتعودي عليه، او الاستخدام الامثل ليه انك تستخدميه في الروتين الصباحي وفي الروتين الليلي كل يوم عادي جدا، لان احنا قلنا ان هو مناسب للبشره الحساسه، فبالتالي هيكون يعني اختيار امثل ليكي في الروتين الصباحي وكمان المسائي. وتعالوا بقى دلوقتي نشوف استخدامات التونر الصح والثلاث طرق اللي انا وعدتكم ان انا هعرفها لكم في الفيديو ده. اكتر الحاجات اللي انوا تونر فعال فيها هي علاج الحبوب وتنظيم افراز الدهون في البشره. والجميل في التونر دوت ان هو مائي القوام، يعني زي ما انتم شايفين هو خفيف، ما بيلزقش على البشره خالص، بالعكس بيخليها متسابه رطبه. وتقدري تستخدمي التونر ب3 طرق مختلفه. تقدري تحطيه على بشرتك مباشره، وبعدين تخليه يمتص بطريقه الطبطبه زي ما احنا شايفين. وكمان تقدري تستخدميه على كوتن باد او على قطنه اللي بنزيل بيها الميك اب، بتحطي حبه من التونر، رغم اني ما بحبش الطريقه دي قوي لاني بحس ان انا بستهلك التونر على الفاضي. اما بقى عن احسن طريقه، ودي اللي عجباني قوي، ان احنا نخلي الكوتن باد او القطنه عليها كميه كبيره ونحطها على المنطقه اللي احنا عايزين نعالجها من الحبوب او التساقط. طيب في سؤال كمان انا عارفه ان انتوا هتسالوه او هيجي في دماغكم، بما اننا بنتكلم على التونر، هل التونر جزء اساسي من الروتين اليومي بتاعك؟ الاجابه الفعليه هي لا. الروتين الفعلي اساسياته واضحه ومعروفه، الغسول والمرطب وواقي الشمس، يعني تقريبا حاجات بسيطه جدا. ولكن التونر بيكون اضافه هايله للروتين بتاعك لما يبقى تارجتد ثيرابي، يعني لما يبقى بيعالج مشكله معينه عندك
بمواد فعاله موثوق فيها. يعني مثلا لو طبقنا الكلام ده على الانوا بما اننا بنتكلم عليه، هو يعتبر تارجت ثيرابي، يعني بيعالج في علاج في ان الحبوب تخف، او في علاج الحبوب الملتهبه بنسبه 89%. فده يعتبر يعني علاج، هو مش حاجه رفاهيه انت بتضيفيها في الروتين بتاعك. وكمان بيقلل الرؤوس البيضاء. وانسب استخدام ليه هو انك تستخدميه بعد الغسول مباشره. بما اننا بقينا مهتمين بالجمال الكوري خصوصا بعد المقاطعه، هحط لكم دلوقتي اللينك لاكتر الحاجات اللي اتباعت السنه اللي فاتت من الكي بيوتي او منتجات التجميل الكوريه. وكمان هحط لكم حلقه علاجيه للتصبغات بمنتج كوري مميز جدا. فما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وطبعا هستنى الكومنتس بتاعتكم. انتوا عارفين ان انا برد على كل الاسئله، ولو عايزين تشوفوا منتج معين او عايزين تشوفوا موضوع معين برضو اكتبوا لي في الكومنتس، انا بنفذ ده على طول. واشوفكم في الحلقه الجايه.